في بداية ما أصبت بمرض السكر قعدت فترة كبيرة سكري مش متظبط، فرحت أتمرن لأن ناس كتيرة نصحتني بالتمرين إن أنت تتمرن لأن التمرين مفيد جدا، والدكتور بتاعي ساعتها كان نصحني إن أنا أتمرن، فأخدت بالنصيحة فعلا. وكان ساعتها أخويا بيتمرن وصاحبي بيتمرن، فقلت أما أروح معاهم وهم كمان شجعوني. بس لما رحت أنا كنت رفيع جدا، فالكوتش بتاع الجيم قال لي أنا عايزك تاكل 6 وجبات في اليوم، كل واحدة فيهم يكون فيها طبق رز كبير. ما كنتش بعرف سعرات ولا كارب ولا بروتين ولا فات ولا الكلام ده كله. هو كان بيقول لي كل 6 وجبات، كل وجبة فيهم تكون فيها طبق رز كبير، اصحى بالليل كل لو انت مش بتزيد ونام تاني. كان محسسني ان انا في مستر اولمبيا. بس المشكله هنا مش في ال6 وجبات ولا كميات الاكل، المشكله هنا ان هو ما يعرفش ان انا عندي سكر. لو انت ما تعرفش فمريض السكر يختلف اختلاف كبير جدا 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 عن الشخص العادي في حوار التغذيه والتمرين نوعا ما. فلما حسيت الكلام بتاع الكوتش غريب فتحت التيك توك. كان ساعتها كان طالع شخص كان بيقول كل جبل رز، ومش عارف واحد تاني بيقول كل زي الوحوش، والتاني بيتمرن 600 مجموعه وحاجات غريبة جدا. وقلت أكيد ده السر، بس ما كنتش فاهم إن أنا عنده سكر وإن الحوارات دي كلها ملهاش علاقة بيا. ففي الفيديو بتاع النهاردة أنا جايب لك بالاختلافات ما بينك وبين الإنسان الطبيعي في التمرين، وإيه اللي أنت تعمله علشان تطلع بأفضل مكاسب عضلية كمريض سكر مش كشخص طبيعي. ويا ريت كان أي شخص طلع وعمل فيديو زي ده، لأنه كان هيوفر عليا وقت كبير جدا، لأن أنا دمرت نفسي في بداية ما رحت الجيم صحيا وبدنيا. يلا اربط حزام الأمان واتفرج على الفيديو ده للآخر وابعته لأي حد عنده سكر، لأن الفيديو ده بجد لو جاب 5 مشاهدات والخمس أنفار اللي شافوا الفيديو ده أخدوا النصايح، أنا خلاص كده يعني عملت اللي أنا عايزه. بس في الأول خالص زي أي يوتيوبر، أنا اسمي خالد نصر، مصاب بمرض السكر بقالي 5 سنين. الحمد لله قدرت أوصل للشكل ده، من الشكل ده للشكل ده يعني في حوالي سنة سنة ونص الحمد لله كمصاب بالسكر. وبشاركك رحلتي في التمرين والرياضة، ازاي حسنت شكل جسمي، وازاي انت كمريض سكر تحسن شكل جسمك، وازاي الشخص العادي يحسن شكل جسمه. بما ان انا الحمد لله مصاب بالسكر وصلت لشكل جسم كويس، فاكيد هساعد اي شخص عادي من عنده السكر ان هو يوصل لشكل جسم كويس بفضل الله اكيد. يلا بقى بلاش كلام كتير، المقدمة طولت، نبدأ على الفيديو ويلا بينا. في الاول خالص كده الرياضة اذا كانت جيم او غيره مفيدة للطرفين. يعني عادي جدا ان الطرفين يتمرنوا، اي حد المفروض يتمرن، ودي اللي انا بستغربه جدا. مهما كان انت ما عندكش وقت انت اتمرن حتى لو 5 دقايق، لان الرياضه مفيده للجميع. بس في اختلافات بسيطه ما بين الشخص اللي بيتمرن عادي وما بين الشخص اللي بيتمرن وهو عنده سكر، فلازم ناخد بالنا من الاختلافات البسيطه دي، لان هي بتفرق جدا على مستوى صحه الشخص وعلى مستوى شكل جسمه وتطوره كمصاب بالسكر. واول حاجه الاكل ده كانت اكتر حاجه مسببه لي مشاكل كشخص بيتمرن وهو عنده سكر. ليه بقى يا باشا؟ لاني بفتح التيك توك اقلب، الاقي شخص بياكل نص كيلو رز 500 جرام، والاقي الكوتش اللي في الجيم بيقول لي كل 6 وجبات، كل وجبه فيهم على الاقل طبق رز كبير. ما كانش في جرامات بقى وكلام. وكنت اسال اي شخص عامل فورمه كويسه انت بتاكل ايه، يقول لي باكل 6 وجبات وبصحى بالليل اكل واكمل نوم. المشكله معايا هنا ان انا كنت بطبق الكلام ده كله بناء ان ما دام الشخص ده وصل لكده انا هوصل زيه. ما كنتش فاهم ان الجينات ليها عامل كبير والعمر التدريبي، وما كنتش فاهم اهم حاجه المفروض افهمها ان انا عندي سكر وهو ما عندوش سكر بس كده. فالعيب ما كانش مني وكده، العيب كان مني لاني مش مثقف بما فيه الكفايه ولا ماشي مع دكتور كويس نوعا ما يدلنا على الطريق الصح. والاختلاف ما بين الشخص العادي والشخص المصاب بالسكر ان الشخص العادي يقدر يدخل كميات كارب ملهاش نهايه. ممكن يزيد في الدهون لو هي فوق احتياجه من السعرات، بس يقدر يدخلها، مش هيحصل له مشاكل لو هو بيتمرن ونشيط بما فيه الكفايه. ممكن يحصل له مقاومه انسولين مع الوقت، بس عامة يعني هي مش هتضره بالشكل الكبير. بينما على الجنب الآخر مريض السكر حتى لو بياخد انسولين مناسب للكارب اللي هو ياكله، ما ينفعش يدخل كارب كتير، لان ده بيسبب مقاومه انسولين، بيخليه ياكل نفس الوجبه ومعاها جرعات انسولين اعلى، وده مش افضل حاجه خالص للمصاب بالسكر. فعامه حساب السعرات مفيد للاتنين، بس لو الشخص العادي اكل فوق احتياجه من السعرات ب1000 سعره مش هيحصل له مشاكل، انما الشخص اللي عنده سكر لو اكل فوق احتياجه من السعرات ب1000 سعره هيضطر ان هو ياخد جرعات انسولين كبيره، ولو اخد جرعات انسولين كبيره هيضطر ان هو يصرف كتير اول حاجه على الانسولين، وتاني حاجه هيسبب له مشاكل زي مقاومه الانسولين. طبعا انت هتقول لي انا رفيع جدا انا عايز اكل كتير علشان ازيد، بس اقول لك على حاجه هي مش بتتحسب كده خالص. من شخص كان بياكل، يعني انا قدامك اهو كنت باكل في الاول مش عارف كيلو رز في اليوم، والله زي ما بقول لك كده، وما كنتش بزيد في الوزن. ده صورتي وانا كنت باكل في اليوم كيلو رز، ودي صورتي وانا باخد الفتره دي حوالي هنقول 3200 سعره حاجه زي كده الحمد لله. الفكره مش ان انت
تاكل كتير، الفكرة إن أنت تستفيد من اللي أنت بتاكله، فأنت لو مصاب بالسكر وبتاخد أنسولين مناسب لوجباتك وأخدت فوق احتياجك من السعرات 200 سعرة، حتى لو زودت مثلًا من البروتين والكارب والفات وجرعاتك زادت، بس ما تزيدش لدرجة إن جرعات الأنسولين بتاعة اليوم كله تعدّي وزن جسمك أو تبقى زي وزن جسمك، حاول تخلّيها أقل من وزن جسمك وده هيكون صحّي أكتر ليك. تاني حاجة وهي التمرين، ما فيهاش اختلاف كبير بس الاختلاف اللي فيها أنت المفروض تعرفه، لإن الاختلاف اللي فيها كفيل ينقذ حياتك. إزاي هينقذ حياتك؟ لإن بكل بساطة الشخص العادي ممكن يتمرّن أي رياضة هو عايزها، ممكن يجري، ممكن يمشي، ممكن يروح الgym، ممكن يعمل أي حاجة، لكن أنت كمصاب بالسُكّر لازم تعرف كل رياضة تلعبها إمتى، وتلعبها على قياس سُكّر كام، وتفهم هي بتعمل إيه في قياس السُكّر، يعني هي بتوطّي السُكّر والّا بتثبّته، وفي رياضة بترفعه. يعني مثلًا الشخص العادي لو لعب كارديو، لعب حديد، لعب اللي لعبه مش هيحصل أي حاجة والدنيا هتبقى معاه كويسة، إنّما أنت كمصاب بالسُكّر لو لعبت كارديو احتمال سُكّرك يوطى، ولو لعبت حديد بشدة عالية احتمال سكرك يعلى، فانت لازم تفهم في الحاله دي انت داخل على ايه السكر كام والشده المعينه اللي انت بتلعبها، لان شده التمرين بتفرق. لان الشخص العادي لو راح الجيم مثلا وشال حديد ولعب للفيلير، ممكن الاستشفاء عنده يطول، العضلات تفضل توجعه، ممكن يتصاب. بس انت كمصاب بالسكر انت لو لعبت بالطريقه الشده المجنونه دي انت سكرك هيعلى نتيجه لافراز الهرمونات بتاعه التوتر وكده. فاتمنى اكون فهمت دلوقتي الاختلاف ما بين التمرين للشخص العادي والتمرين للشخص المصاب بالسكر، وان هي بتختلف، مش اختلاف كبير بس الاختلاف فعلا يستحق انت تفهم ايه اللي انت المفروض تعمله كمصاب بالسكر. تالت حاجه الميه والسوائل. طبعا هتقول لي يعني ايه ميه وسوائل؟ ما هو الانسان العادي بيشرب ميه والشخص اللي عنده سكر بيشرب ميه وكلنا بنشرب ميه كبشر، بس اللي انا عايز اقوله لك ممكن شخص عادي يتمرن لمده ساعه مثلا، ساعه كامله متكامله من غير ما يشرب ميه نسا مثلا، ده ما يعملوش مشاكل. انما انت كمريض سكر لو ده حصل معاك احتمال يحصل لك جفاف ويسبب لك ارتفاع ودوخه شديد. فلازم وانت بتتمرن كمريض سكر او حتى شخص عادي، الكلام ده للاتنين، الميه مفيده جدا جدا، بس بالذات كمريض سكر لازم على مدار يومك مش بس في التمرين تكون بتشرب ميه، وفي التمرين برضه بالذات. رابع حاجه واللي هي المتابعه، زي قياسات السكر مثلا. الشخص الطبيعي مش مطالب منه يقيس السكر، انما انت مطالب منك انك تقيس السكر قبل كل وجبه وبعد كل وجبه بساعتين، وقبل التمرين وبعد التمرين، وممكن في نص التمرين. طبعا انت هتقول لي الموضوع صعب وتاخد بقى الموضوع ان انت كده ناقص، وان انت يعني صاحبي ما فيش بشر غيرنا 7 مليار وانا في وحده. لا يا صاحبي، ما تحسبهاش كده خالص، احسبها ان انت شخص خلاص ده حصل، انت لازم تتعامل مع وضعك وتحمد ربنا عليه، لان في ناس تعبانه اكتر منك، ومش بس في ناس تعبانه اكتر منك، حتى التعب اللي عندك بقى ليه حل. يعني السكر ده بقى ليه حل دلوقتي، ان انت تقدر تحسب الكارب وتقدر تاخد انسولين، وفي المستقبل هيبقى ليه علاج. بس انت دلوقتي تقدر تعيش حياه طبيعيه، تقيس السكر، تاخد انسولين، بس هتفضل عايش حياه طبيعيه، تقدر تتمرن، تقدر تاكل، تقدر تعيش. ما علينا من الحته اللي انا قلتها دي، بس في ناس كتيره بدخل معاهم استشارات بيحسوا بنقص مش طبيعي، فبقول لهم الكلام ده، بقول لهم ان انتوا مش لوحدكم وبقى في حل وتقدر تعيش حياه طبيعيه. علينا نكمل، انت لازم تتابع سكرك، الشخص الطبيعي مش مطالب منه كده، بس انت لازم تعمل كده عشان فعلا تتاكد انك بتستفيد من الاكل بتاعك، وان انت بتدخل الاكل المناسب من غير ما يحصل لك مشاكل وارتفاعات وانخفاضات في مستوى السكر. رابع حاجه واللي هو المتابعه. المتابعه زي ايه؟ زي متابعه الدكتور، وزي حاجه مهمه جدا لو انت عايز تتمرن ان انت ما تتمرنش لوحدك. لو انت اتمرنت لوحدك ده مش هيكون افضل خيار ليك، لان انت كده مش فاهم انت بتعمل ايه، انت مش فاهم التمارين اللي انت بتلعبها. حتى لو هتتدرب اونلاين مع شخص، بس برضه يكون موجهك ان انت تتمرن ايه، ولازم الشخص اللي انت تتدرب معاه في حياتك الطبيعيه او حتى اونلاين يكون فاهم ان انت عندك سكر، وهيكون كويس قوي لو هو بيفهم في مرضى السكر وعنده خبره زيي. فالكلام ده معناه انك تخش تبعت لي رساله على الانستجرام وابعت لك تفاصيل التدريب الاونلاين. ما علينا من الاعلان البسيط ده، بس المهم نكمل. لازم الشخص يكون عارف حالتك، حتى لو المدرب في الجيم مش فاهم في السكر، ما عندوش سكر، ما عندوش الكلام ده كله، بس برضه نوعا ما يكون انت حاسس ان هو فاهم. تمام. وتاني حاجة يكون هو عارف ان انت عندك سكر، عشان حتى لو حصل لك هبوط، حصل لك مشكلة ضغط، حصل اي حاجة، يبقى عارف ايه اللي المفروض يعمله معاك. صدقني النقطة دي هتفرق 180 درجة وممكن تنقذ حياتك، لان ممكن يحصل لك مشاكل في التمرين، ارتفاع، هبوط، اي حاجة. فلازم يكون معاك متابعة، اذا كان متابعة طبية او متابعة في الجيم او تتدرب مع حد اونلاين. ولو عايز تستفسر عن التدريب الاونلاين سايب لك الانستجرام ورقم الواتساب في لينك الديسكريبشن، ابعت لي رسالة حتى لو عندك اي سؤال، اخوك موجود. او حابب تحجز استشارة عن مشكلة بتحصل لك معينة، افيدك بقى من خبرتي وتجربتي مع المرض. ففي نهايه الفيديو ده انا خلصت خلاص، بس عايز اقول لك كلمه في الاخر. مش معنى اللي انا قلته في الفيديو ده ان انت خلاص السكه مش مفتوحه لك، لا يا باشا، انا مش بقول لك كده علشان خاطر انت تبطل تمرين. انا الحمد لله بتمرن ووصلت للشكل اللي قدامك ده بفضل الله،
بس انا بقول لك كده علشان انت هتتعقد لو انت ما اتطورت. تخيل كده معايا انا كشخص مصاب بالسكر قعدت اتمرن فتره طويله من حياتي من غير ما اتطور او ما اتطورتش تطور كافي، وبدات اتصاب وبدات يحصل لي مشاكل كتيره جدا علشان ما كنتش اعرف الحاجات اللي قلت لك في الفيديو ده. فاكيد اللي حصل لي ده كله علشان اتعلم الكلام ده واطلع اقوله لك في الفيديو، حتى لو مش ناس كتير هتشوف الفيديو. لو الفيديو ده زي ما قلت لك شافه 4 5 انا خلاص كده تمام التمام. فبس كده اتمنى تطبق النصايح اللي في الفيديو ده، وفعلا لو عندك اي سؤال ابعت لي على الواتساب او ابعت لي على الانستجرام او اكتب لي في الكومنتات. اعمل لايك اعمل اشتراك. ان شاء الله ما كنتش طولت عليك. مبسوط جدا ان انا عملت الفيديو ده لان انا كنت فعلا كنت محتاجه زمان، والحمد لله كان في ناس عاملاه نوعا ما الحمد لله. فحبيت ان انا اعمله تاني وبس كده. اشوفك الفيديو الجاي. وحش سلام.